حلوين، كل سنة وانتم طيبين، يا رب سنة سعيدة علينا وعليكم يا رب. عملنا البسكوت النشادر، ودلوقتي هنعمل الكحك ايه؟ الكحك الفقش. الكحك الفقش اللي هو فقش ولا هو ناعم بين البنين. ماشي، يعني التلاتة كيلو دقيق هياخدوا كيلو سمنة. انا دلوقتي عاملة 6 كيلو دقيق، يعني عاملة 2 كيلو سمنة. ماشي، ال2 كيلو سمنة دول بيعوزوا الكيلو الدقيق بيعوز له معلقتين سكر. كيلو الدقيق بيعوز له معلقتين سكر وشوية شوية سمسم اهمت زي ما انت عايزه، وحده خميره وروايح وحاجات من ديت وايه، والمحلب اهم حاجه. الكحك دوت والكحك الناعم لازم ينحط عليه إيه ريحه الكحك. السمنه 2 كيلو لل6 كيلو دقيق، وشويه ملح طبعا، وهنا كيلو الا ربع لبن وشويه ميه عشان نكمل بيهم العجين. يلا بقى نعجن. السمنه يا دوبك، السمنه يا دوبك يعني ايه، ايدي تكون مستحملاه. انا هدحاها قبل كده مره، ايدي تكون مستحملاه. بصوا الحبه اللي انا بقيتهم ال3 كيلو دول اهو. ماشي، قد شويه اللي انا فضيتهم سمنه هحط بدالهم شويه زيت اهو بالويم كده. الزيت دوت بيخليها ايه، تبقى ناشفه وجميله. ماشي، نسمي الله كده وندرب السمنه مع الدقيق اهو. وبعدين نحط كل الاضافات ونفرك بقى. انا بحط كل الاضافات وبعدين افرك كل الحاجات وبعدين افرك. بحب الريحه بتاعته قوي وهي ايه عليه كل الحاجات بتاعته. هدوب بس السمنه فيه كده. ده مش ناعم، ده مش ناعم. الناعم بيبقى عليه الكيلو، عليه كيلو نص كيلو و500 جرام و50 جرام سمنه. يعني الكيلو ال1000 جرام دقيق عليهم 550 جرام سمنه بالظبط بالظبط يعني. تمام كده انا دوبت البتاع. تعالوا بقى نحط ادي السكر اهو، سكر اهو، وشويه الملح، شويه الفانيليا. بجيب البرطمانات دي على طول، وديت ريحه موز اهي، وكمان واحده ريحه موز، شويه السمسم. بحط كل الاضافات اهو يا حبيبي. اهم حاجه تراضي عيلك، يبقى قاعد جنبك ما تقوليش لا مش واخد ولا مش ولا. لا، اهم حاجه تراضي عيلك. بيبو حبيب ماما اهو يا حبايبي. دوت المحلب، اسمها ريحه كحك، ريحه جميله. وبصوا بقى، فيه ناس ياما بتسال بتقولك هو لازمه ريحه الكحك ايه. اول حاجه المحلب دوت بيحفظ لك العجين بتاعك، عشان لو قعد فتره طويله وانت في الحر يعني ما يريحش ولا يطلع ريحه مش حلوه. تمام، ادي حطينا كل الاضافات. يلا نفرك بقى كده ونضيع الحاجات في بعضها كده، ونخلي الدقيق ياخد السمنه كلها ويشرب. بالراحه بالراحه، خليك بعيد عشان اللبن. هفركها وارجع لكم تاني يا حبايبي. دوبت السمنه فيه كله اهو. يلا بقى عشان نحط شويه اللبن. دي اللبن اهو، وعامله في شويه الخميره في شويه لبن تانيين اهو. نعجن ونشوف نشوف. بسم الله بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا خير خلق الله، على آله وصحبه ومن والاه. عاوز شوية مية كمان. ما حطيت مية قد اللبن، خدوا بالكم يعني حطيت مية قد اللبن. يلا عجنه وارجع لكم تاني. تتنكي تعجني فيه لحد ما توصلي، وتحطي ميه لحد ما توصلي للقوام دوت. القوام دوت بالنسبه لي انا حلوه قوي قوي. تمام، هو لسه هيرفع وهياخد مجاله في الرفع، فهيدي طراوه كمان شويه، هتبقى جميله ان شاء الله. ونعرف نشكلها ونعرف نفتلها كحك ونعمل فيها المنين وكل الحاجات الجميله دي. يلا هغطيه بقى بحته بلاستيكيه، بكيس بلاستيك
واسيبه يخمر على ما اوضب الايه العجوه بتاعته اللي هحشي بيها. يلا سلام بقى يا حبايبي. على ما الكحك يخمر نعمل ايه العجوه، نضرب العجوه. انا بعمل العجوه ما بسيبهاش زي ما هي كده، ما بسيبهاش زي ما هي كده، بدربها واعجنها، بعجنها بالسمنه اللي انا مسيحاها. كنت حته سمنه اهوت. السمنه ديت بقى لما بتعملي بها العجوه بتطيب الكحكايه، بتطيب من القراقيش بتطيب من جواها ومن براها. وبعدين احنا هنعمل منين، علشان كده انا ايه عايزاها تبقى طيبه من بره ومن جوه. مش تسيب ولا حته سمنه، الدنيا غاليه والسوق ما عادش زمن. وبعدين انا ما بتصنعش يعني، ما بحبش ان انا ايه لا كل سنه وانتم طيبين. ابعد اللبن شويه كده اهو اهي ماشي. ادي العجوه اهي اهي، واعمل شويه لبن عليها كده. لو احتاجنا لبن تاني هناخد معانا. ايه بقى سر الخلطه؟ سوداني مجروش، سوداني ناعم ناعم خالص اهو. وطي النار لانها هتاخد وقت طويل، بتاخد وقت طويل شويه. السوداني طبعا مش هحط دلوقتي لانه هو اوريدي متحمص، هيعوز يتحط اخر حاجه خالص. طبعا هتيجي ماسكه كده ومقطعه العجوه كده. انت كده انا سايباها بره، مش حطيتهاش في التلاجة عشان تبقى سهله وسريعه في التقطيع، وبرده ماسكه في حيلها يعني ماسكه نفسها. هنتنينا نضرب فيها ونقلب فيها ونضرب فيها ونقلب فيها لحد ما تبقى عجينه انعم من العجينه بتاعه الكحك نفسها، يعني اطرى منها شويه كمان، بحيث ان انا لما عاوزه افردها على العجينه او افردها جوه العجينه في القراقيش تبقى ايه سهله وسريعه. ماشي يلا سيبها تسيح خالص خالص. كميه اللبن دي كويسه جدا للثلاثه دول. لو احتاجنا هحط كمان نص كوبايه، لو احتجت هوريكم معايا. يلا ارجع لكم تاني لما ايه تفك. يا جماعه هي محتاجه كمان شويه لبن، وهم شويه اللبن هي يعني يغلوا كده بس وايه وخلاص، واقفل عليها على كده. يغلوا بس شويه اللبن معاها كده واقفل عليها واسيبها هي بقى تبرد خالص براحتها عشان اعرف اعجنها واحط عليها السوداني. يا حبايبي انا سبتها بردت خالص وحطيت عليها شويه السوداني وشويه سمسم كمان، وهعجنها بقى واضربها في بعضها كده. جربيها تخليها عجينه زي عجينه الكحك بالظبط. وادي الكحك خمر اهو، هنقطع فيه على طول ان شاء الله بعد ما اعجن ايه واخلص العجوه دي. ارجع لكم تاني بعد ما اعجنها واخلصها. اهي يا حبايبي مش شايفين اهي عجنتها هي وبقت عامله زي العجينه في ايديا، هتعرف تتشكل وتتفرد في البتاع. يلا بقى نقطع الكحك. الكحك اهو يا حبايبي اهو خمر وشغط خالص اهو. التشغيصه اللي فيه دي بتدل على ان هو ايه خمر رفع يا خمر يعني وعايز يتقطع بقى. يلا عشان نقطعه هنعمل الاول ايه شويه قراقيش كده، وبعدين ايه نعمل الكحك والمنين. هنعمل قراقيش والمنين وبعدين ايه نفتل الكحك. بسم الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. بسم الله بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنحشي القراقيش ديت عجوه. على قد حته العجوه ما هتقضي، على قد ما هعمل قراقيش ومنين يعني ايه مش هقل بيها، مش هقل بالعجوه في العجينه، يعني على اساس ان هي ايه تبقى طعمها حلو وجميله باذن الله. اهي نقفلها كده
لو عايزاها من غير ما ابطها ماشي، لو عايزاها هبطها مفيش مشكله. هوريكي دوت وهوريكي دوت، بحيث اللي انت عايزه تعمليه تعمليه، مش هربطك بحاجه يعني. اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. هات سكينه يا رب. هو البتاع فين؟ اهو شايفه العجوه جواها اهي، بالحلويات بالسوداني بالحاجات اللي فيها اهي. بعدين ترصها بقى في الايه، في الصاج. وغيره وغيره بقى لحد ايه. اوريكم كمان واحده هي محشيه هقطعها. ايوه بس يا بيب، اقعد ساكت يا بيب. ماشي. اهو يا حبايبي. اعمل هخلص الشكل دوت واجي اعمل شكل تاني هوريهولكم. يلا بصوا بقى، انا بعمل من المنين اهوت. بفرد العجينه خالص، اخليها رقيقه خالص عشان انا لما الفها ما تبقاش ايه تخينه. ومسكت العجوه، حطيت لها كمان شويه لبن، خليتها طريه خالص عشان اعرف افردها. شويه لبن وشويه حته سمنه عشان ايه اعرف افردها فوق المنين، تبقى ايه طبقه واحده كده، تبقى طبقه واحده، ما تبقاش طريه، ما تبقاش جامده في ايديا ما اعرفش افردها. تمام. خليكم معايا بس على ما افرد العجينه، ولا اقول لكم هفرد العجينه وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. بس العجينه خلاص اهو يا حبايبي، وربعتها كمان اهو. طمن عليها كمان مره بس كده، نشيش عليها كمان مره كده، رفيعه خالص اهي، بحيث ان انت لما تيجي تحطي عليها العجوه وتلفيها تبقى ايه مظبوطه مظبوطه. ادي العجوه، حطيها طبقه كده، هي بتبقى طبقه، هنعمل ايه يعني. خدي دي كمان معاك. حطيها كده تفرديها على العجينه بحالها، افردها واخلصها وارجع لك تاني. المنين كده اهو اهو، كمان لف بس، تعملي كده. تاخديها بعيد شويه. اهو يا حبايبي، ادي المنين اهو. دي بقى بتبقى طعمها جميل، بنحط عليها سمسم كده، بتتبل لبن من فوق وتحط عليها سمسم. تمام. هعمل لكم الصاج ده بالسمسم عشان ما تنسوش حلاوته ابدا 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 ان شاء الله، يعني من غير شر. لازم بترديها تاني كده بعد ما تتقطع، هي بتبقى مبطط شويه من التقطيعه، بتبطيها كده اهو. شايفه الدوريه دي، شايفاها. واكمل تقطيع ديت بقى، وبعدين ابقى ايه اعمل لكم الصاج بحاله بالسمسم.
يلا هخلص تقطيع ديت وارجع لكم تاني. بصوا انا حطيت له لبن اهوت عشان اعرف احط له ايه السمسم يمسك فيه كده. هو المنين بيتلف بالسمسم، بس بصراحة انا يعني ايه ما كنتش عاملة حسابه، مش جايبة سمسم بزيادة، حاجة بسيطة كده يعني ايه تأدي الغرض وما تهدرش ياما. حلو برضو، شكله حلو مش بطال، ولا ايه رأيكم؟ وبقولوا لي في الكومنتات بقى لو عجبكم قولوا لي في الكومنتات. يلا كل سنة وانتم طيبين. كده خلصنا المنين، هنطيبهم بقى الحاجات ديت ونروح للكحك بقى ايه كده. تمام، نعمل اللي بعده واللي بعده وبعدين نروح نطيبهم ونفتل شوية الكحك اللي فاضلين بقى. وادي الكحك يا حبايبي بعد ما خلص. انا ما رضيتش اصوره لكم وهو في الفرن لان كل واحد وليه طيابه الخاص. تمام، كل واحده تطيب زي ما هي عايزه اهو، من بره من ورا ومن قدام زي الفل. بصي هو فقش وهو فقش، شايفه دي؟ شايفه دي جميل. تعالي بقى على ديت. ده انا بصي نفس العجينه عملت منها كذا حاجه. بصي عملت منها المنين زي ما صورته لكم كده، شايفه منين داير داير حلزوني كده. تمام، وعملت منها الصوابع دي، وعملت منها القراقيش العاديه خالص، والمنين بالسمسم. فيه منين عادي وفيه منين بالسمسم اهو. تمام، بصي بقى الرسمه دي عملت منها رسومات ياما وحاجات ياما خالص زي الباتيه اهو. وبكده حبايبي نكون احنا خلصنا الكحك الفقش. ماشي لا هو خشن ولا هو ناعم. المره الجايه ان شاء الله هنعمل كحك الناعم بكميات. انا عملته لكم بطريقه، المره دي هعمله لكم بطريقه تانية خالص. يعني حبيت ان انا انوع، يعني اللي عايزه تعمل بالطريقه ديت من اللي عايزه تعمل بالطريقه ديت. يلا بكده احنا خلصنا الفيديو ده بتاعنا دوت بتاع الكحك الفقش. نروح بقى على ايه، الكحك الناعم. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي.